أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج القضية. هنتكلم في حلقتنا النهاردة عن الأقاليم الجنوبية للمغرب طبعا، والتنمية اللي تمت على يد جلالة الملك محمد السادس في هذه الأقاليم. ولكن أنا كنت في زيارة لمدينة العيون والداخلة من شهور، لفت انتباهي الوطنية في أبناء هذه الأقاليم. كنا في احتفالات المسيرة الخضراء، وجدنا العيون عن بكرة أبيها تحتفل معنا بهذه المسيرة في ساحة المشوى. ولكن هنتكلم في حلقتنا النهاردة عن شخصية وطنية برزت مؤخرا على الساحة السياسية لخدمة القضية الوطنية، وهي قضية الصحراء المغربية. الشخصية دي كانت سببا رئيسي في إزعاج جبهة البوليساريو. ممكن نقول عليه إنه هو مفجر موقعات القنصليات. احنا عارفين إنه القنصليات في المدن الجنوبية ارتفع عددها ل 26 قنصلية، وده أزعج جبهة البوليساريو كثيرا. الشخصية اللي هنتكلم عنها النهاردة هو الأستاذ محمد الإمام العيني. هو شاب مغربي من الأقاليم الجنوبية، طبعا جده الشيخ ماء العينين. لو اتكلمنا هناخد ساعات بل شهور عن تاريخ الشيخ ماء العينين، والعيلة دي أو القبيلة دي كان لها دور كبير في مقاومة المحتل في المغرب. زي ما احنا عارفين انه كل واحد بيبقى سفير لبلاده، يعني سواء الدولة اشتغلت على محاور، ولكن لما بيبقى في قضية بنلاقي في اتصالات شعبية بتتم بين شعوب لخدمة قضية بلاده. أنا معرفتي بالأستاذ محمد الإمام ماء العينين وجدت أنه شخصية وطنية كرس كل جهده وأعماله لخدمة الصحراء المغربية. طبعا لما جيت تعيينه قنصل شرفي للكوت ديفوار في العيون أزعج جبهة البوليساريو. ليه أزعج جبهة البوليساريو؟ لأن يعني عائلة ماء العينين وما تتمتع به من حب في الأقاليم الجنوبية، العائلة دي يعني الصحراويين أو أهالي الأقاليم الجنوبية بينظروا للناس دي ان هي ناس يعني جدهم الشيخ ماء العينين، يعني زي عندنا في مصر هنا لما تلاقي في قبيله او عيله الناس بتتبارك بيها. طبعا بيستغل علاقاته في الدول الافريقيه لجذب استثمارات افريقيه في المدن الجنوبيه. يعني اللي يزور مدينه العيون حاليا، مدينه العيون اصبحت من المدن الهامه في الاقاليم الجنوبيه المغربيه، اختلفت تماما في ال5 سنين اللي فاتوا، وده يرجع للجهد المبذول من جلالة الملك محمد السادس للأقاليم الجنوبية. وزي ما قلنا في حلقات سابقة إنه الإدارة المغربية أو المملكة المغربية بتبدي الأقاليم الجنوبية عن باقي المدن، يعني بتضخ استثمارات أكثر. ولكن نرجع لموضوعنا وهو الأستاذ محمد الإمام ماء العيني. وليه لما تعين سفير أو قنصل فاخري للكوت ديفوار أزعج جبهة البوليساريو؟ طبعا أنه جبهة البوليساريو تدرك تاريخ عائلة ماء العينين وتدرك قيمة هذه العائلة في الأقاليم الجنوبية. لما تولى محمد الإمام ماء العينين رئيسا لفيدرالية الساقية الحمراء للتجار أزعج جبهة البوليساريو. ليه أزعج جبهة البوليساريو أيضا؟ لأنه محمد الإمام ماء العينين رجل أعمال ناجح وليه فكر بيستخدمه في مساعدة الدولة في تنمية الأقاليم الجنوبية. زي ما احنا قلنا برضو كل حد بيبقى سفير أو خادم لقضيته الوطنية. محمد الإمام ماء العينين بيتحرك في عدة دول أفريقية لدعم قضية الوحدة الترابية للمغرب. جبهة البوليساريو وإعلامها المرتزق كان بيروج أن الأقاليم الجنوبية ليس بها تنمية، ولكن اللي يروح يشوف الأقاليم الجنوبية سواء العيون أو الداخلة أو باقي الأقاليم هيلاقي تنمية كبيرة حدثت في ال5 سنوات الأخيرة. محمد الإمام ماء العينين نموذج لشباب الأقاليم الجنوبية الذي يدافع عن قضيته وعن أرضه وعن مغربية الصحراء. طبعا كتير من
الشخصيات أيضا في المدن الجنوبية بتقف أمام مزاعم جبهة البوليساريو. جبهة البوليساريو في الفترة الأخيرة تخبطت كثيرا، ما لقيتش من كل اللي بتعمله أي نتائج، وده يرجع لدبلوماسية المغرب الحكيمة. وكان موضوع فتح القنصليات في المدن الجنوبية ضربة قاسمة للبوليساريو، وده اعتراف دولي من هذه الدول بمغربية الصحراء. طبعا معظم الدول اللي فتحت قنصليات في المدن الجنوبية للمغرب هذه الدول عضوة في الاتحاد الأفريقي، وده بيشكل تهديد مباشر وتهديد قادم على جبهة البوليساريو، انه المفروض يتم طردها من الاتحاد الافريقي. واحنا عارفين قصة دخول جبهة البوليساريو الاتحاد الافريقي جات ازاي، جات عن طريق القذافي والجزائر. المغرب بيعمل في اتجاهين، الاتجاه الاول وهو تنمية مدنه الجنوبية، لانه جلالة الملك ادرك انه التنمية اهم سلاح للدفاع عن هذه الارض المغربية. والاتجاه الاخر وهو الدبلوماسية المغربية بتتحرك بقوة لفتح هؤلاء. طبعا لما انت بتشوف الشخصيات اللي هي بتدافع عن ارضها، اصبح محمد الامام نموذج لعدة شباب في المدن الجنوبية انهم يسلكوا نفس مسلكه، وهو الدفاع عن مغربية الصحراء. وبنجده في كل مناسبة بيسمن المواقف التي تدعم مغربية الصحراء. ورث محمد الإمام الوطنية من جدوده ومن والده الأستاذ ماء العينين، وهو القاضي الذي يسمى في المغرب بالقاضي والأديب، والذي كرس كل حياته لخدمة القضية الوطنية. يعني اللي عايزين نوصله إنه الاتصالات الشعبية والتحركات الشعبية لخدمة قضية المغرب الوطنية من أبناء الأقاليم الجنوبية مهمة مع تحرك الدولة في اتجاهاتها لفتح عصابة البوليساريو. انتظرونا في حلقة قادمة من برنامج القضية.